السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله جميع أوقاتكم. الشارع عبد الله القبالي 11/11/2024. تواصل معي شخص قبل فترة قليلة وقال: يا الشاعر، عندي موضوع أبغى أطرحه عليك، وأتمنى يعني أنك تكتب قصيدة ولا تخصني أو تخص صاحبي اللي بحدثك عن أمره، لكن يكون يعني نبى قصيدة عن الموضوع هذا. قلنا له إن شاء الله بإذن الله مشغولين، لكن إذا فضينا أبشر عطنا الموضوع. قال الموضوع: يا أخي، أنا متواجد في المملكة العربية السعودية، واحد من جماعتنا موجود هنا في السعودية، مواطن أموره طيبة من زمان. قال وله أخ في اليمن وأخوان في الخليج، يعني في دول الخليج، بعضهم مواطن وبعضهم مقيم. قال فكان الأخ هذا لا بأس، يعني جيد مع أخوه ويقوم بواجبات أخوه ولو قليل يعني. قال: يا أخي، وهذا طول عمره في السعودية، يعني منه هو شباب وحصل على الجنسية وتزوج في السعودية، تزوج يمنية بس في السعودية، وعياله وحياته وتجارته. قال ورجل الله أعطاه من الرزق، فضل الله يأتيه من يشاء، رجل غني جدا. قال: يا أخي، لكن الرجل هذا فيه عيب، إذا أعطى يمن وقليل العطاء لأخوه جدا، يعني ما أدري إيش السبب. قال مايل الفكرة عن اليمن ويعتبر اليمن بلد فقر وبلد حرب وبلد، يعني للأسف الشديد، وهذا من النوع القليل من بعض اليمنيين إذا سافروا خارج اليمن يتأثرون بالبلدان اللي معها. فالواجب أنك إذا غادرت إلى بلد أخرى وحصلت على جنسيتها أن تكون وفي مع البلد اللي أنت فيها ومخلص وصادق في ولائك، لكن لا تنسى أصلك وفصلك. فما دريت إيش أكتب. قال: يا أخي، والشخص هذا حتى لو جو ناس كبار سن من البلاد وحاولوا ينصحونه في جماعة في أخوه أو في بعض تصرفاته، قال رجل يعني قده 60 في العمر وعنده أموال، يعني ما شاء الله ملايين. قال حتى يستهين بكبار السن. قال أنا صغير السن ما أقدر أنصحه، ونسأل الله أن يهديه. قال هذا يعني إنسان يعني مغتر بنفسه جدا. قال لدرجة أنه يعني يعتبر اليمن هذه شيء لو يقدر يستأصله من دمه استأصله للأسف. فقعدت فترة، بعدين فكرت في الموضوع، قلت بأكتب قصيدة ما أخص بها هذا الأمر، لكن تتطرق حول هذا الموضوع، وأنا أسف على الإطالة. قلت: لا يشغلك مالك عن الأخ والجار، لا يشغلك مالك عن الأخ والجار، ولا تقصر في حقوق القرابة، ولا يغرك كنت صاحب التجار، عندك مدير 2 ثالث نيابه، قد راح منها الراجحي وبن سمار، وراح باني البرج لما السحابة، اغنم زمانك قبل ما تخسر ضمار، ما ينفع الإنسان يتبع سرابه، واحشم كبير السن عزه ومقدار، ولا تشمت بالكلام وثيابه، قد كان مثلك شاب قانص وسقار، واليوم قرب من حياته غيابه، واخوك لو كان غشيم وثرثار، قده طريق العرف واعطى جوابه، أما بني عمك قليل أو كثار، أما بني عمك قليل أو كثار، هم رأس مالك في زمانك ولابه، وإن جات زله منهم شله أغبار، احذر ولد عمك تعاتب وتابه، حتى ولو هم مبعدين وفي دار حكمة حاسبين حسابه، لكن بداعيهم إذا ثور النار، يجون مثل السيل يجبر مصابه، تفرقوا الإخوان وقطار، كل يبي رزقه بعد طلابه، والرزق عند الله يأتي بمدرار، إذا أمر ربي يجي للخرابة، لا تحسبون الرزق في دار عن دار، ينزل مطر للقحط لا جت سحابة، قولوا لأبو راشد وخالد وعمار، يذكر يماني في الكرم والصلابة، كان اليمن عزه وقوة والأنصار، وقد آمنوا من دون حرب بكتابه، واليوم يا أصحابي مع كل طيار، كم من حنج روح وطول غيابه، يا أبو رنا وش فايدة تقول الأشعار، عند الجياع الفكر ولا الغلابة، الناس تطرب للأغاني وللطار، والمنشد اللي مكثر في عتابه، الأفكار عندي أفكار ما مثلها أفكار، وأعرف أفرق بين زل وصوابه، والشاعر الفاهم إذا قر وسار، ما قالها تعمر إذا صح جابه، واختامها يا رب قادر وغفار، احسن خواتمنا مثيل الصحابة.
صلي على الهادي شفيع ومختار سيد البشر ذكره يزيل الكآبة. سلامتكم، قادرون على الإطالة.